بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم رسالة سلام. اليوم باسمكم جميعا نرحب بضيف عزيز غالي إلى قلوبنا، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح، لنكمل معه مسيرة السيرة الذاتية العلمية لفضيلته. وبهذا سنوقف درسنا الذي اعتدنا عليه، نتكلم عن رسالة سلام، وهذه أيضا من الرسائل السلامية الطيبة التي حقيقة تبين لنا سير علمائنا ومشايخنا وأساتذتنا. فلذلك كنا قد تحدثنا مع فضيلته عن السيرة العلمية في تعلمه في مرحلة الثانوية والجامعة والماجستير والدكتوراه، وتحدثنا عن الرسالتين المباركتين لفضيلته وما قدمهما من علم شريف مبارك حول التخصص الذي تخصص به شيخنا الكريم. واستمرارا لهذه الحلقات ومواصلة في السيرة الذاتية، سنطرح له اليوم عن الحركة الدعوية التي كان قد قام بها ويقوم بها شيخنا الشيخ جلال الدين محمد صالح. وهذا أول سؤال نطرحه بين يديكم وبين يديه أيضا، وكذلك سنستمر في الحالات الدعوية والحركية التنظيمية وغير التنظيمية حيث يعني يسمح به الوقت. أكرر الترحيب بفضيلته. أهلا وسهلا دكتور جلال. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ برهان، حياكم الله وبياكم، ونستأنف الجلسات وإن شاء الله نوفق في الإدلاء بما يمكننا الإدلاء به. بارك الله فيكم. شيخنا، حدثنا عن الحركة الدعوية وأنتم طلاب في الجامعة الإسلامية. ونحن طلاب في الجامعة الإسلامية، جو الجامعة الإسلامية كله جو دعوي. البيئة بيئة دعوية تعيش الدعوة وأخلاقيات الدعوة وأخطاء الأداء الدعوي من شدة وغلظة من بعض الطلاب وسهولة وليونة من بعضهم. لكن الجو العام جو يأتمر الناس فيه بالمعروف ويتناهون عن المنكر. يا سلام. فإذا رأوك في حالة أو في وضع خاطئ لابد أن يذكرك مذكر من الطلاب أو ينكر عليك. فثمة من كان يدخن وثمة من كان ينكر، ومن كان يدخن لا يجاهر بالتدخين. يا سلام. وثمة من كان يستمرئ سماع الأغاني، وثمة من كان ينكر. ومن يستمرئ سماع الأغاني لا يعلن ذلك علنا وجهرا، وإنما يسمعه في خاصته، سواء كنت في الغرفة التي تسكن فيها لأنك لم تكن تسكن لوحدك وإنما آخرون. وهكذا الجو كله الذي تعيشه من الفصل والغرفة والمطعم والساحة الجامعية والمسجد والملعب، كله جو دعوة. يا سلام. هذه الحالة الجميلة يعني اللي في جو الجامعة. في نهاية الأسبوع، الوقت الذي كنا فيه في السبعينات والثمانينات تقريبا أو في السبعينات، الإجازة كانت نهاية الأسبوع كانت يوم الخميس والجمعة. جميل. الأسبوع ينتهي في يوم الأربعاء، والخميس والجمعة إجازة. جميل. يوم الأربعاء كان هنالك أستاذ في المرحلة المتوسطة، وأظنه كان مديرا للمرحلة المتوسطة أو أصبح مديرا لها لاحقا. كان ينشط ضمن جماعة التبليغ، وفيما أذكر اسمه والله أعلم إن لم تخن الذاكرة هو اسمه الأستاذ
خالد الدوسري. يقينا أنه دوسري، لكن هل هو خالد أم اسم آخر لست متأكدا، ولكن الذي أنا متأكد منه هو دوسري، خالد الدوسري. وكان يلبس العمامة كعمامتك هذه إلا أنها بيضاء. ويجمعنا بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العصر نجتمع في المسجد. العمامة البيضاء طبعا هي رمز لجماعة التبليغ. أيوة، ولهم طريقة أيضا في لفها يعني. نعم. ونحضر معنا ما نستعين به في الأداء الدعوي في حقائب صغيرة، ونخرج معه. فمنا من يشرق به في شرق المدينة، ومنا من يغرب به في غرب المدينة، ونوزع في أحياء المدينة. ماذا تفعلون؟ البيان الدعوي، ما يسمونه طبعا الأخوة جماعة التبليغ هو البيان الدعوي، ودعوة الناس وإدخالهم إلى المسجد. يعني أنت كنت في مرحلة بداية الدعوة تبليغي؟ ليس بمعنى تبليغي الملتزم، ولكنني مشيت معه. كم سنة؟ حتى دخول جهيمان الحرم بعد ذلك مرة. وكان ذلك ابتداء من عام كم؟ دخول جهيمان كان عام 80. أيوة، في السبعينات. أنا جيت الجامعة عام 74 74 75 76 77 78 79، يعني 6 سنوات. 6 سنوات مرحلة التبليغ. أيوة، يعني 80. جهيمان دخل سنة كم؟ 80. هذا الوقت، هذه ال6 سنوات، الجو الدعوي فيه مسموح. في الجامعة، في المدينة، في المسجد تقوم وتعطي درسا، بما في ذلك المسجد النبوي. وأذكر أن هناك كان شابا صغيرا من أهل المدينة يأتي ويقف واعظا في المسجد النبوي، والناس يستمعون إليه ويمشي. تغير الوضع بعد أن دخل حركة جهيمان الحرم. فكان هذا الأستاذ خالد الدوسري يأخذنا ويوزعنا. الجانب الدعوي في جماعة التبليغ يبدأ أو يرتكز على ركيزتين، يعني البيان الدعوي اللي تعطيه في المسجد، وجلب الناس إلى المسجد. فنتوزع في الطرقات ونمشي في الأسواق حيث يزدحم الناس، ونتعرف على الشخص بليونة ولطف ومحبة، ونوصى ألا نتصرف بغضب إذا ما أسيء إلينا. علينا أن نتحمل في سبيل كسب هذا الأخ وجلبه إلى الدعوة. يا سلام. فنذهب في الطريق ونسلم على الناس، الشخص نراه نقول له يعني تسمع كلام الله والرسول، تصاحبنا إلى المسجد، هنالك أخوة، تجالس الأحباب وتسمع منهم ويسمعون منك أيضا ويستفيدون منك، ما رأيك لو ذهبت معنا؟ جميل. أيوة. فهنالك من يجاملنا ويذهب، وهنالك من يعتذر يعني. وحقيقة ما رأيت من أساء. ويجتمع الناس في المسجد. جميل. وفي المسجد الآن توزع مسؤوليات البيان الدعوي. جميل. الأمير المجموعة له هو الذي يفتتح وهو الذي يتكلم، ثم بعد ذلك يعطي لكل واحد أن يقول البيان الدعوي عقب كل صلاة في المسجد. للتبليغ خروج في سبيل الله 40 يوما، هل خرجت؟
لا ما وصلت 40 يوما، لأنه الجانب الدراسي إحنا كنا فقط نخرج أسبوعيا يوم الأربعاء وينتهي يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة مساء. السبت دراسة. وأنت كنت تبيت معهم؟ أيوة نبيت برا. تبيت معهم. أيوة، لما نخرج الأربعاء مساء، الخميس ليلا نبيت. والجمعة تبيتون أيضا؟ الجمعة في المساء نعود إلى البيت، إلى السكن الجامعي. مساء بعد العشاء نعود إلى السكن الجامعي، لأن غدا عندنا دراسة. فهي ليلة واحدة، ليلة الأربعاء وليلة الخميس، ليلة الخميس اللي هي يوم الأربعاء ليلة الخميس، وليلة الجمعة اللي هي الخميس سبيحة الجمعة، سبيحة الجمعة مساء نرجع. وقت طويل. أيوة، يعني حوالي 72 ساعة. أيوة. يا سلام. أيوة. حدثنا كيف كنتم تنامون وأين تنامون؟ ننام في ماذا تأكلون وأين تأكلون؟ معنا الأكل والأخوة يطبخون وننام في المسجد، مكان شيء طبيعي، ساحة المسجد، معك فرش تأخذها معك، أو نشوف مكان كده مرتفع خالي بري ونفرش فيه. وكان الشيخ علي المشرف العمري لا يذكره بالخير يأتينا. سألتني قضية كيف تقضون الساعات الطوال هذه؟ أين؟ نتحلق حوله، حول الشيخ علي المشرف. وكان له أسلوب جيد في التعليم والتربية، ويذكر لنا الجانب. هو كان متخصص في الحديث، يعني يعطينا مجموعات أو مختارات من فنون شتى، حتى أنه ويحكي لنا تجربته، وحتى أنه حكى لنا فيما أذكر أنه تقدم ليكون عازف عود. يا لطيف. أيوة. ولما دخل في الاختبار وجدوا أن إحدى أصابعه مقطوعة أو فيها عيب خلقي. أيوة. فقالوا له أنت لست مؤهلا لتشتغل أو لتعمل في هذا المجال، وردوه. وقال هو يعني فكانت خيرة له. أيوة. فقال إذن اتجهت بعدها إلى مجال آخر، له هو المجال الدعوي، يعني مجال التعليم الشرعي. والشيخ صوته جميل يعني في؟ أيوة صوته جميل. صوته جميل. وكان هو أستاذ مصطلح الحديث في الجامعة الإسلامية. علي المشرف العمري. نعم. ثم بعد ذلك دخل في الرقية الشرعية المعروفة. الرقية الشرعية. وكان أشهر راقي. نعم. في المدينة المنورة. أيوة. طيب حدثنا عن كيف كنتم تأكلون، ومن يطبخ لكم، ومن أين توزع. يطبخون في شباب يطبخون ويقدمون. أما أنا لا أجيد الطباخة، لكن هنالك ناس إخوان كانوا يطبخون. يعني ماذا كنت تجيد؟ لا أجيد إلا الأكل يعني. أنا أقصد يعني ماذا كان يعني مهمتك؟ ماذا كانت مهمتك؟ نحن مهمتنا ممكن يرسلون لنا اشتري هذا جيب هذا، نشتري يعني، نمشي الدكان، جيب الموية، جيب الأدوات الناقصة يعني. طيب حدثنا عن برنامجكم، هل كان في قيام ليل؟ هل كان هناك مثلا حلقات تحفيظ؟ هل كان لا ما كان عندنا حلقات تحفيظ، ولا كان عندنا قيام ليل إلا من قام بنفسه. بنفسه. لكن كبرنامج لا كبرنامج ما أذكر. عجيب. أيوة ما كان فرصة الآن لقيام الليل. أيوة ما كان كبرنامج، ولكن من قام بنفسه ربما هنالك من كان يقوم. جميل. هذه 6 سنوات قضيتموها هكذا. أيوة هكذا. كانت مرحلة تربوية إيمانية رائعة. حقيقة أنا الذي استفدت منها أكثر يعني، قبل أن أفيد يعني، لأنها كانت أول مجال لي في مجال العمل الدعوي يعني. نعم. ثم بعد ذلك أنا بدأت أتجه للقراءات الفكرية. جميل. قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة، نحيي الشيخ خالد الدوسري جزاه الله خيرا على جهوده الطيبة إن كان حيا،
فنسأل الله تعالى أن يبارك في عمره ويختم له بخاتمة طيبة، وإن كان ميتا فنسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه. كذلك نحيي من هذا المنبر فضيلة الشيخ علي مشرف العمري المعروف، لا أدري هو حي أو ميت أيضا، نسأل الله تعالى أن يكون على خير، فهذه تحية طيبة من قناة سلام لفضيلته. طيب، بعد 80 ودخول 80 الآن تغيرت الأوضاع. جهيمان ابن سيف العتيبي دخل المسجد الحرام في قضيته المعروفة. نعم. وقتها نحن كنا طلبة، مثل ما قلت لك الجو الجامعي كان جوا دعويا حركيا. نعم. فقبل أن يدخلوا الحرم كانت كتيباتهم توزع في الجامع. عجبا. أيوة. وكنا نجدها في مطعم الجامعة. سبحان الله. أيوة. ونجدها في السكن. فأنا كنت ساكن في محجع 1000، الأدوار الخمسة، العمارة الكبيرة هذه، وكنت ساكن في الدور الخامس، ومعي زملائي في السكن أذكرهم وبعضهم توفي رحمة الله عليهم. أخونا الشيخ محمد صالح عبد الله رحمة الله عليه توفي قبل كم؟ قبل 4 سنوات فيما أذكر. في سنة محمد عبد الله الحاج؟ لا، محمد عبد الله، محمد صالح عبد الله. أيوة. محمد صالح عبد الله توفي في صنعاء، وكان ماسك المعهد معهد صنعاء رحمة الله عليه، وكان يحفظ القرآن، ودرسنا مع بعض أنا هو من المتوسط. وكان في غرفتك؟ كان في غرفتي. محمد كان دافي كولي رحمة الله عليه، إن كان مميت رحمة الله عليه، هو من غامبيا، كان في غرفتي. أبو بكر المالديفي من مالديف. عجيب. أيوة، كان في غرفتي. شفيق من البورما برماوي كان في غرفتي، ولكنه من أهل مكة. ماريكا محمد خليل سنغالي كان في غرفتي. 6. 1 2 3 4 5 بك أنت 6. أيوة 6 كانت. الأسرة هكذا توزع 3 و3 وتقسم أيضا بشراشف يعني. كل واحد ينعزل عن الثاني لكن تغيرت الأسرة. أذكر ذلك يعني. نعم. حتى مرة أذكر أني قلت للشيخ الزربان. الزربان هو اللي كان رحمه الله. توفي طبعا رحمه الله. نعم. توفي الزربان. فقلت له يا شيخ هذا يعني فصل الغرف بالشراشف لا يعطي الاندماج والأخوة والتحابب، إنما هذا يعطي الانفصال. قال لي هذا اجتهاد الطلبة وليس عمل الجامعة. الجامعة أعطت غرفة واحدة وجعلت في سكن واحد مجموعة من الطلاب ليتآلفوا ويتحابوا ومنحتهم الأسرة، لكن هذا الفصل منهم وليس من الجامعة. أيوة صح. لكن احنا في غرفتنا كنا متآلفين وما كنا عملنا حواجز أو شراشف تفصل. عجيب. مفتوحة كانت مفتوحة. سبحان الله. معظم الطلاب أيام ما كنا نحن يعني في الجامعة. بعدين نعم بعدين جاءت إنه الشراشف هذه، وهذا هو عمل الطلاب وليس عمل الجامعة. نعم. لكن جميل يا أخي. يعني من إريتريا ومن غامبيا. أيوة. ومن جزر المالديف. شفيق من برناوي من مكة. أيوة. برماوي ولا برناوي؟ لا برماوي. نعم. البورما نعم. برماوي والسنغال. أيوة. يعني ما شاء الله. أيوة. 5 جنسيات. أيوة 5 جنسيات.
وكانت اللغة العربية الفصحى هي لغة التخاطب بيننا. نعم. ولا يتحدث أحد بالعامية. نعم. لأن العامية لا يفهمها الجميع. وهذا ما عمق فينا الحديث باللغة العربية الفصحى، وما زال أثرها باقيا حتى هذه الحمد لله اللحظة. فجبنا هذا السكن لما نكون احنا في الكلية وفي الدراسة، كانوا يوزعون هذه الكتب، يدخلونها في غرفنا ونأخذها ونقرأها بحكم أنه نعتبرها محسن ما هو الذي يوزعها، وليس أنها جهة فكرية. فمما قرأت كتابين فيهما: ملة إبراهيم، وكتاب آخر يقول دعوتنا من أين بدأت وإلى أين تسير. هذان الكتابان أذكرهما بوضوح لأنني أنا قرأته. جميل. وملة إبراهيم يتحدث عن الولاء والبراء، ويأخذ على الدول موالاتها للغرب وانبطاحها للكفار وإلى غير ذلك. دعوتنا من أين بدأت وإلى أين تسير يتحدث عن سير تاريخي يربطه بالإخوان، إخوان من طاع الله. جميل. طيب سنتوقف هنا قليلا. مشاهدينا الأكارم فاصل ثم نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الأكارم سلام الله عليكم، عدنا. شيخ جلال، كنا نتكلم عن أن الحركة الدعوية توقفت بدخول جهيمان. أيوة، هذا طبعا سنة نكمل. هذا طبعا التصرف الذي حصل من هذا التوجه ودخول الحرم أحدث اضطرابا أمنيا وأحدث خللا أمنيا ومشكلة أمنية كبيرة. فالسياسات تغيرت وما عاد يسمح بالنشاط كما كان من قبل، كله توقف. فانقطع صلتي بجماعة التبليغ، وأصبحت يعني منهمكا في القراءات الفكرية في داخل الجامعة، والاهتمام بالشأن الإريتري بشكل أكبر وأكثر. وفي هذا السياق تعرفت في جدة بأخوة من الإريتريين. وقصة هذا التعرف أحكيها لك. يعني كنت في إجازة بالجامعة، إجازة نهاية السنة، وسافرت السودان. ومن الخرطوم إلى كسلة وقت الأمطار تتعطل الطرق، لأنه الزلط الأسفلت كان ينتهي إلى القضارف. من القضارف فما بعد ليس هنالك أرض طينية، فيتعطل المسير، باصات لا يمشي، يتوقف إلى القضارف. ومعي الأخ ياسين، الله يذكره بالخير، الأخ ياسين يسلم عليه الآن في القربة، وهو من دعاة الرابطة. ما شاء الله. ياسين صالح أبو عاصم. كنيته ما أدري أبو عاصم، لكن اسمه ياسين صالح. ياسين صالح موجود في القضارف الآن، من أبناء قندع. ما شاء الله. ومن الدعاة، نسلم عليه وعلى إخوانه. نعم، نحييهم جميعا من هذا المقام. نعم. حياك الله شيخ ياسين. حجزنا الموسم موسم الأمطار في الخرطوم، فما استطعت تذهب إلى فقررنا أن نسافر إلى القضارف، ثم بعد ذلك من القضارف ندبر الرحلة إلى كسل. ودبرنا الرحلة
ووحل بنا الباس في الطين، فنزلنا وندف مع الذين الركاب، ندفع الباس حتى نخرجه من الوحل. في هذا الأثناء كان معنا أخ مناضل من جبهة تحرير إريتريا توفي رحمة الله عليه، اسمه عبد إدريس، الأخ عبد إدريس جزاه الله خيرا. فرآنا وهو وقتها كان خرج من المعتقل في داخل جبهة التحرير، لأن حزب العمل لجبهة التحرير هو حزب شيوعي الذي كان يسيطر على جبهة تحرير إريتريا، اعتقل وكان يعتقل من يظنهم إسلاميين، والإسلاميين كان يعتقل، فهو كان من الناس الذين اعتقلهم الحزب متهمين إياه. أين اعتقلهم؟ في الميدان، ليس في داخل السودان. لا هو في داخل السودان تعرفنا عليه بعد أن خرج وجاء إلى السودان، وجبهة التحرير دخلت السودان. جميل. يعني واحد يعني تم اعتقاله في الميدان. في الميدان، يعني هو تقريبا التعريف كان سنة 1900، التعارف كان سنة 1981 تقريبا يعني. جميل. أو 82، يعني خذها من 81 إلى 83، في هذه الفترة تعرفنا عليه. جميل. فسلم علينا ودعانا إلى الإفطار في نفس المكان اللي بعدما فيه الباص. لا بعدما الباص خلاص تعطل ودفعنا مع الدافعين وخرج من وحله، تحرك الباص إلى أن وصل إلى محطة هكذا، ولا بد أن يقف فيها استراحة لأن الركاب سيتناولون الإفطار. جميل. فنزلنا من أجل أن نفطر. أيوة. وهو نزل فدعانا. جميل. وجلسنا معه وتعرف علينا وتعرفنا عليه وأكرمنا جزاه الله خير، هو الذي سدد ثمن الإفطار في هذه الجلسة، رحمة الله عليه، اللهم اغفر له وارحمه وضاعف من حسناته. اللهم آمين. اللهم. وبعدها أنا هو تعرفنا خلاص، لكن لا أعرف أنه كان هو مسؤول جهاز التسليح في جبهة التحرير الإريتري. كان هو هكذا. أيوة. ولكنه في هذه الجلسة لم يقل لي أنه، بعدين أنا عرفت هذا بعدين لما توقف. طيب ما علاقته بلقائكم بجدة؟ أيوة. فهو في كسلة، لما جينا في كسلة، دخلتم كسلة؟ دخلنا كسلة بعد ما تعرفنا خلاص. بعدها أنا وهو أصبحنا نلتقي في جامع كسلة في صلاة الظهر بالذات، كل صلاة الظهر نلتقي. وجاء رمضان. نعم. وكل مرة يقول لي تفطر معي في البيت، يدعوني إلى الإفطار في رمضان، وأنا لا أعرفه حقيقة، ما أتخوف منه. جميل. وأعتذر له وأعتذر إلى أن ألح علي. فلما ألح علي وشفت الإلحاح كلمت الأهل وقلت لهم أنا اليوم سأفطر مع شخص اسمه عبد إدريس كذا. المهم عشان تكون معلومة. من كان موجود من أهلك في كسلة؟ كان أخواني موجود، والدتي موجودة في كسلة رحمة الله عليها. أيوة. وفطرت معه. كان لكم بيت يعني في كسلة؟ أيوة كان لنا بيت، وما زال لنا بيت في كسلة. جميل. فطرت معه، وفي هذه الجلسة تعرفت عليه التعرف الحقيقي وأخبرني. وكان في الجلسة أيضا مناضلين آخرين من جبهة التحرير الإريترية فطروا معنا، وتكلمنا عن العمل الدعوي، العمل الإسلامي والدعوي والشكل كذا، وخلاص توصلنا كذا. وعرفني هو بشخص في جدة اسمه سعيد صابر رحمة الله عليه.
سعيد صابر. صافي. صابر. صابر. أيوة، أبو صابر. أبو صابر. أبو صابر. رحمه الله. أيوة تعرفه. كيف؟ أيوة، سعيد صابر. عرفني هو بسعيد صابر، وسعيد صابر عرفني بآخرين، وتكلمنا في العمل الدعوي، وأنشأنا حلقة مكونة من عدد 5 أشخاص فقط تقريبا يعني. ونجتمع في هذه الحلقة، أنا أجيهم من المدينة واجتمع في هذه الحلقة ونتكلم عن الهم الدعوي. جميل. بعدها هذا سنة كم كان؟ هذا في الثمانينات يعني، أنا الآن لا أذكر بالضبط. أنت شوفها، خذها من 83، خذها من 84 إلى من 83 84 85، المهم هي في هذا. جميل. ونتكلم في الهم الدعوي. بعدها توسعت. هذا درس مستمر أسبوعي؟ أيوة، أو ليس له وقت محدد أسبوعي، ولكنه كلما جئت أنا من المدينة إلى جدة؟ إلى جدة نلتقي يعني. نعم. وأنا غالبا كنت أتكرر في جدة. جميل. توسعت الحلقة، فنقلناها إلى غليل. شفتها مستشفى الجدعاني؟ معروف. في غليل. جنبه كان سكن شقيق أخونا الشيخ إبراهيم جنجار رحمة الله عليه، حفظه الله وشافاه الله، موجود في القاهرة الآن ونحييه من هنا. كان له شقيق. حياكم الله شيخ إبراهيم جنجار، نسأل الله تعالى أن يشفيكم وأن يعيدكم إلى دياركم سالمين. وهو بصحة جيدة أيضا، كنا على تواصل مع بعض. الحمد لله. نعم. كانت له بقال، أو كان يسكن جنب البقالة في زقاق هكذا. هذا أخ شقيق الشيخ إبراهيم جنجار. أيوة، اسمه محمد ريس جنجار، يدعى محمد، وسلم عليه أيضا. وفي هذه السكن توسعت الحلقة، فكان من الذين أذكرهم أخونا حسن يمني رحمة الله عليه. تعرفه حسن يمني؟ الشيخ حسن يمني؟ لا والله. إريتري هو، وتوفي رحمة الله عليه، وكان يعمل في صياغة الذهب مع والد أخونا عثمان رمضان. سبحان الله. تحية عطرة للأستاذ من رمضان. حياكم الله والعائلة الكريمة. طيب جميل. استمرت هذه الحلقة، وماذا أثمرت؟ أيوة، هذه الحلقة كان فيها النشاط الدعوي. ما هو النشاط الدعوي؟ إلقاء الدروس فقط؟ لا، إلقاء الدروس والحديث عن الفكر الإسلامي وشرح الآية وربطها بالواقع والمسلمين وهم الإسلام، هذا الكلام الجانبي يعني. وأيضا يعني قضية التربية الإسلامية اللي جانب الاهتمام بالعبادة واهتمام بالصلاة والتناسح فيما بيننا يعني. ثم أيضا أظن توسعت ودخل فيها أيضا أبو إبراهيم، أخونا أبو إبراهيم. أخونا أبو إبراهيم أحمد إبراهيم. نعم. نحييه شيخنا وأستاذنا ومستشارنا. أبو إبراهيم، نحييك تحية عطرة من هذا المقام. ذكرك البروف جلال في حديثنا، فنقول يعني حفظك الله. حياك الله أخ أبو إبراهيم وجزاك الله خيرا. نذكر ماضينا الدعوي. جميل. أبو إبراهيم كان معكم؟ أيوة، أبو إبراهيم كان معنا تقريبا. يا سلام، يعني لقاء ماتع كان لقاء ماتعا، وتعرفت ثم تطورت بعد ذلك واتسعت وانتقلت إلى مقر الندوة العالمية للشباب الإسلامي. يعني بعد ذلك يعني أصبحت المحاضرات أو كذا تقام هناك، وأن العمال والإريتريين بدأوا يلتحقون بها، إلى أن أصبحت هي حلقة الحركة للجهاد الإسلامي الإريتري. هذه التي قلبت حركة الجهاد الإسلامي؟ لا، بني عليها في إيجاد الفرع.
إيه. يعني وخف الآن الملاحقة الأمنية، وسمحوا بالدروس حتى في المقرات ومكاتب الدعوة، ومنها مقر الدعوة اللي هو مقر الندوة العالمية للشباب الإسلامي. جميل. طيب بهذا إذن سندخل في تاريخ حركة الجهاد الإسلامي. أيوة، هنا الآن ندخل فيه. ونحن ماشيين في هذا العمل والأحداث تتطور والميدان يشتعل، وحركة التحرر الوطني الإريتري في صدام مستمر مع نظام منغوستو هايلي ماريام، وينعكس في هذا. واليسار الماركسي الشيوعيون يطرحون اطروحات تتنافى مع قيم الإسلام. طيب جميل. أريدك دكتور جلال تعطينا الواقع الموجود قبل حركة الجهاد الإسلامي الإريتري والساحة السياسية الحركية الدعوية في تلك الفترة، وكيف نشأت حركة الجهاد عشان يفهم المشاهد معنى هذا التاريخ المهم. يعني كانت إريتريا كما تفضلت تحت الاستعمار الأثيوبي. أيوة. نعم. من هنا أبدأ. من كان موجودين أيضا في الساحة في ميدان الدعوة في داخل إريتريا؟ ليس الدعوة فقط وإنما الميدان السياسي، يعني أيوة. ما كان ضد أثيوبيا. طيب أيوة. ففي الدعوة الإسلامية في إريتريا لا ننسى فيها الجانب الصوفي، الطرق الصوفية أو البيوتات الدينية. بيوتات كان من دأبها تعليم الناس وعقد الأنكحة وحل المشكلات الاجتماعية والصلاة بهم وتعليمهم أمور الصلاة. هذه البيوتات قديمة في المجتمع الإريتري. مثلا أنت تجد كل قبائل معهم شيوخهم. مثلا يقول لك على الشيخ محمود، تجدهم في الجبر، وتجدهم في العساورتة، وتجدهم في الناطقين بالتجرايت على الشيخ محمود. فهؤلاء بيت ديني. يقول لك بيت أبو القاسم، هؤلاء إذا تجدهم مع البجا، مع قبائل الألمدة وغيرها في الساحل، وتجدهم في السمهر. تجد بعد معلم أيضا، هذه من البيوت. الدرقي، هذه كلها بيوتات دينية كان لها دور دعوي. جميل. بالشكل الذي تحسنه وتعرفه وتجيده، والناس يحترمونها ويسمعون منها ويتلقون منها الدين، وهي التي تقوم بكل ما يتعلق بشؤونهم الدينية من عقد. وكان هناك دار الإفتاء أيضا لها دور. لا، دار الإفتاء هذا بعدين جاء، هذا الجانب النظامي. هذا الجانب النظامي. أنا أتحدث عن الجانب الذي ليس له لا، في العهد الأثيوبي. أيوة. هل لم يكن هناك دار إفتاء؟ نعم كانت، ولكن دار الإفتاء جاءت من العهد الإيطالي. أنت تتكلم ما قبله. أنا أتكلم ما قبله. وطبعا قبله كان العثمانيين، ونحن كتبنا رابطة طبعت كتاب ولاية الحبش يعني، وذكر. على فكرة سنتحدث عنه إن شاء الله. أيوة. وتعطينا نبذة عن هذا الكتاب. نعم إن شاء الله. هذه البيوتات دعوية، أنا أعتبرها بيوتات دعوية، وأسلم أناس على أيديهم. جميل. ثم جاء الشيخ محمد عثمان الميرغني. جميل. نعم. طريقة الميرغنية، فأيضا هذا قام بنشاط دعوي، وجاء معه أخوة سودانيون، وسكنوا في مناطق ينشط فيها المنصرون. ففي مثلا كان النشاط التنصيري الفرنسي، وكان الإيطالي الكاثوليك، وبعدين جو البروتستان، وكان مستر رودن في منطقة المنسع يبشر بالنصرانية. فهذول جو وتنصرت مجموعات من قبائل، ولكن لم يتنصر بشكل واسع. وهؤلاء جو من خلال الطريقة الصوفية المرغنية نشر. ثم بعد ذلك حصل تطور، وجت الدعوة السلفية وإلى غير ذلك. ثم جاء في العهد الإيطالي الإفتاء،
وأصبح الشيخ إبراهيم عمر المختار هو المفتي، وهو أزهري جيء به من القاهرة، وتأسس الجانب الرسمي الدعوي. ثم بعد ذلك عام 1941 الإيطاليون انهزموا أمام الحلفاء، والحلفاء بقيادة قائد بريطاني اسمه أظن بلانت كان يحكم السودان. القوات البريطانية قوات الحلفاء دخلت إريتريا عام 1941 وانهزم الطليان، فأصبحت إريتريا تحت الانتداب البريطاني. جميل. من عام 1941، واستمر هذا الانتداب البريطاني إلى 1952. 10 سنوات. 10 سنوات. 52 كانت فترة تقرير المصير، أين تذهب إريتريا؟ والمستعمرات الإيطالية كانت في المنطقة في أفريقيا 3 دول: ليبيا وإريتريا والصومال. الصومال الإيطالي، الصومال طبعا جزء، كان الصومال فرنسي، صومال إيطالي، صومال بريطاني. عجبا. صومال بريطاني أوغادين اللي ضمت إلى إثيوبيا، ضمت إلى إثيوبيا، وإنفدي التي ضمت إلى كينيا، وصومال الفرنسي الذي يكون جيبوتي. نعم. وصومال إيطالي الذي يكون مقديشو. ليبيا أيضا أخذت استقلالها. الإشكالية كانت في إريتريا. الله المستعان. أيوة. فضمت إريتريا الإمبراطور هيلي سلاسي بالتآمر مع الأمريكان، وأصبحت في اتحاد فيدرالي مع إثيوبيا. لا، أعطينا نبذة، أنا أريد الشباب يعرفون كيف ضمت إريتريا إلى أثيوبيا. أيوة. هو يعني باختصار يعني. أيوة. في ضمت إنه حصل تجمع اسمه حب الوطن، فقر هاجر. أيوة. جميل. وكون هذا التجمع ويضم المسلمين والنصارى مع بعض. جميل. وفقر هاجر كان يتجه إلى مطالبة باستقلال إريتريا، دولة مستقلة لا قائمة كما أوجدها الطليان. يا سلام. جميل. إلا أن هذا التجمع اخترق من قبل الإمبراطور هايلي سلاسي. سبحان الله. سبحان الله. أيوة. فتكونت منه مجموعة الأندنت اللي هو الانضمام. أيوة، اللي هو حزب أندنت. أيوة. وهذا ينادي بالانضمام مع إثيوبيا. محبر أندنت. محبر أندنت. نعم. ينادي اللي هو حزب الأندنت، حزب الوحدة. وهذا الحزب طبعا كلهم نصارى. أيوة. غالبهم، لكن بعدين دخل فيهم بعض المسلمين يعني. غالبهم نصارى. والاختراق كان من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية التي تحالفت مع الإمبراطور هايلي سلاسي. نعم. هذه عملية تاريخية احنا نذكرها مع الأسف. نعم. وأصدرت كما يذكر تريفاسكس في كتابه إريتريا المستعمرة الإيطالية، أصدرت صكا بالحرمان لمن لا ينادي بضم إريتريا إلى إثيوبيا، بمعنى أن الكنيسة تحرم المواطن المسيحي الذي لا يوافقها في توجهها السياسي المناصر للإمبراطور هايلي سلاسي بالحرمان من الجنة. يعني أصبح الأمر الآن ديني سياسي. ديني سياسي. أيوة. لأن الكنيسة عندها كما هو معروف سك حرمان وسك غفران، هذا موجود في الكنيسة. نعم معروف. نعم. سك غفران أن تأتي فتعترف بكل ما ارتكب الفرد المسيحي من خطايا، فالقسيس يغفر له. أظن والعياذ بالله. أيوة. من دون الله عز وجل. أيوة. في العربية يسمى كرسي الاعتراف البابوي. سبحان الله. في التقنية أظن يسمونه مدنازاز أو من نزاز. من نزاز. من نزاز. من نزاز. نعم. سك حرمان
لمن لا يطيع أوامر الكنيسة، تحرمه الكنيسة. والحرمان هذا يترتب عليه عدم دفنه في مدافن المسيحيين، عدم إعمال القداس له، هجره. عقوبة شديدة شديدة، نعم. فالمسيحيين نتج عنه ماذا؟ المسيحيين كلهم انضموا في غالبهم إلى الانضمام مع أثيوبيا. محبر اندلنت. أيوة. فلما حدث وتركوا محبر فقر هاجر. أيوة. فحصل انشقاق في فكر هاجر، فوجد المسلمون أنفسهم أنهم عزلوا، وأن التجمع هذا اللي يسمى فقر هاجر، حب الوطن، انشق، اخترق، وذهبت مجموعات كبيرة من المسيحيين إلى الانضمام مع أثيوبيا. لكن هنالك مسيحيون أيضا رفضوا الانضمام مع أثيوبيا، وهم قلة. وبعدين كونوا مع الرابطة اللي هو ما يسمى بالكتلة الاستقلالية. دقيقة، المسلمون لما أصبحوا الآن يعني بمفردهم ماذا فعلوا؟ راحوا كونوا الرابطة الإسلامية. الرابطة الإسلامية. وكان من قياداتها من؟ كان من قياداتها السيد بكري المرغني. وسكرتيرها السيد إبراهيم سلطان. وإبراهيم سلطان. أيوة. ومؤتمرها التأسيسي كان في مدينة كرن، ومن المشاركين فيها المفتي إبراهيم مختار، وآخرون العلماء اللي كانوا في أسمرة. وأين عبد القادر كبيري؟ وعبد القادر كبيري. أيوة. وعبد القادر كبيري هذا من القيادات البارزة. عبد القادر كبيري، إبراهيم سلطان، السيد بكري المرغني، الشيخ إبراهيم المختار. نعم. وغيره من العلماء الذين كانوا، وكان أيضا القاضي موسى آدم عمران في كرن، وهو الذي أسس معهد كرن الإسلامي. المهم تأسست الرابطة الإسلامية رحمهم الله. كلهم موتى. كلهم موتى رحمهم الله. رحمة الله عليه. نعم. ونادوا بضرورة استقلال إريتريا بحدودها الجغرافية المعروفة كما صنعها المستعمر الإيطالي. ودار جدل حول اللغة وإلى غير ذلك، ولكن في النهاية الأمريكان يريدون أن تنضم إريتريا لإثيوبيا. وجون فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا وقتها، والرئيس كان وقتها أظن كان رئيس الولايات المتحدة وقتها فيما أذكر والله أعلم إيزنهاور، أنه قال مصالحنا في المنطقة تقتضي أن تضم إريتريا إلى إثيوبيا، وبألاعيب سياسية ومؤامرات أمريكية إمبريالية وصهيونية ضمت إريتريا في إثيوبيا في اتحاد فيدرالي عام 52. ما معنى اتحاد فيدرالي؟ اتحاد فيدرالي معنى الفيدرالية تكون لك شيء من الاستقلالية، يكون لك علم خاص بك، قانون خاص بك يختلف عن قانون ولاية أخرى، لكنك ضمن دولة كبرى، دولة موحدة، زي الولايات المتحدة الأمريكية الآن اتحاد فيدرالي، زي كندا، كل ولاية لها استقلاليتها، لها قوانينها. كندا اتحاد فيدرالي. فمثلا تجد شيئا محرما في هذه الولاية مباحا في ولاية أخرى. الإمارات العربية المتحدة اتحاد. لكن أين يتحدون؟ في الجيوش مثلا؟ في الجيوش يتحدون، في العملة يتحدون، في السياسة الخارجية يتحدون، في نقاط يتحدون عليها. جميل. لكن في السياسات الداخلية يعني هنالك خلاف أيضا، هل كل ولاية تستقل بشرطة خاصة بها
أم تكون الشرطة من شرطة عامة. جميل. هنالك اجتهادان، اجتهاد يقول كل ولاية تحتاج تستقل بشرطة خاصة بها، وهنالك اجتهاد يقول شرطة كل ولاية يكون من الشرطة العامة للدولة. طيب جميل جميل دكتور جميل. الآن تأسست رابطة الرابطة الإسلامية وضمت إريتريا إلى إثيوبيا. بعد هذا ماذا حصل؟ لما ضمت إريتريا إلى إثيوبيا في اتحاد فيدرالي، والرابطة نفسها حصل فيها انقسام، انقسمت إلى اثنين، أو الرابطة الشرقية والرابطة الغربية. المهم حصل شيء من الانقسام. وقبل ذلك كانت تكون الكتلة الاستقلالية. الكتلة الاستقلالية زي ما قلت لك كان فيها مسلمين ومسيحيين يعني. نعم، لأن ليس كل الساسة المسيحيين قالوا بالانضمام إلى إثيوبيا، وإنما الكنيسة قادت ذلك وكسبت عدد كبير يعني، والأقلية كانت مع الاستقلال. فالأمر كان أكبر من طاقاتهم وقدراتهم. تتزعمه أمريكا بالتآمر مع الإمبراطور هيلي سلاس، وتزعمه وتتصدره الصهاينة، وحبكت المسألة وضمت إريتريا. طيب سنتوقف ها هنا، وسوف نذكر متى قامت الثورة الإريترية، ولماذا قامت، ومن هم القيادات التي قاموا بها. محبر شوعته من هم؟ ما يسمونه محبر شوعته. ومن هو حامد إدريس حواته؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. مشاهدي الأكارم، أشكركم على حسن المتابعة، كما الشكر موصول فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح. أسأل الله تعالى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة متواصلين إن شاء الله في الحلقة في الموضوع. وهذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.